نفسك ربنا يرحمك ويغفر لك في الأيام دي؟ طيب أنت قادر ترحم وتسامح؟ بنشيل في قلبنا زعل ومقاطعين ناس بقالنا سنين، والزعل ده بيبقى عامل زي الحجر اللي قافل باب القلب. بنبقى فاكرين إننا بنعاقب اللي ظلمنا، بس الحقيقة إن الغضب ده نار بتحرق أعصابنا وتتعب جسمنا إحنا. الزعل ده هو الحجر اللي بيمنع نور الرحمة والسكينة إنها تدخل بيوتنا وقلوبنا. في كتالوج أمنية بنتعلم إن التسامح مش تنازل للي أذاك، ده تنظيف لمساحة في قلبك عشان تستقبل جبر ربنا ورحمته. التسامح هو أقوى الأسلحة عشان تخلص نفسك من وجع الماضي وتعيش اللحظة وانت مرتاح البال. افتكر دايما إن ربنا الكريم بيحب العافين عن الناس، والقاعدة الربانية بتقول: ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. لما بتسامح انت بتختار تعافي روحك، وبترمي الحمل ده من على كتافك عشان قلبك يرجع صافي وينور من جديد. نظف قلبك من الزعل عشان ينور. ولو محتاج رسالة دافية تطمن قلبك كل يوم، تابعنا.